رضا عبد العال مش مؤمن ان في حاجه اسمها تدريب، ومش شرط ابقى تكنيكالي شاطر كلاعب كوره ان انا ابقى مدرب شاطر او حتى محلل شاطر. احنا شفنا ناس في السوق كتير محللين شطار ومدربين كوره شطار عمرهم ما لعبوا كوره. مش لازم انا عشان اكون ناجح في البيزنس ان انا اكون عملت البيزنس ده قبل كده. في ناس ينفع يتقال عليهم تجار، هو الراجل ده بيتاجر في السلعه بتاعته فهو شاطر فيها، لكن هو مش بيزنس مان شاطر. رضا عبد العال عنده مشكله انه كنموذج تلاقيه في الاول والاخر هو بيبص على الحياه بالمنظور اللي هو فهمه، بان هو كلاعب كوره كنت بلعب بالطريقه دي، اللعيبه كلها لازم تبقى بالشكل ده، لكن اي حد تاني هيخرج عن الاطار بتاعي يبقى هو مش فاهم كوره. لازم يوضح ان هو تكنيكال شاطر، كان شاطر، فهو مش هيقدر يواكب الاحتياجات اللي موجوده. فرضا عنده مشكله ان هو بيتعامل مع اي حد مختلف معاه وما فهمش اي حاجه، وده النموذج اللي احنا بنلاقيه في البيزنس. انا عندي جمله دايما بقولها على طول، مش معنى ان انت مش فاهم كلامي ان انا كلامي غلط، ممكن اكون مش عارف اوصله لك كويس، او انت مش فاهم ان الكلام ده مهم. فجهل الواحد بالشيء بيجعله احيانا متخيل ان هو ماشي صح. انا عمرو حافظ بتكلم عن البيزنس، لو حابب تتابعنا هتلاقينا موجودين على كل المنصات. شكرا جدا ليكم.